الاضاءه حلوه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. كل سنه وحضراتكم بخير ان شاء الله الرحمن. النهارده 19/3/2024. الشاشات اللي جت، انا نزلت فيديو صغير كده، الشاشات بفضل الله كسر زيرو 22 23 24 بفريم وفريملس. هقول لكم بعض الموديلات باذن الرحمن بمواصفاتها وسعرها وضمان 3 شهور تيست استبدال وسنه على البورده. احنا المسابقه باذن الرحمن يوم 15 رمضان، خلاص يعني هانت كام يوم باذن الله، وفي معانا 2 هيكسبوا، كل واحد هيكسب 1000 جنيه. ال 750 الاستاذ سيد عثمان استلم، والخصم بدل ما كان 500 برضه وصل ل 750، يعني يعتبر ثلاث افراد، 3 مشتركين، يعني يعتبر هم كسبوا معانا ال 750 جنيه. في حد خد خصم على شاشتين 750 مازن او معاذ، وفي 750 سيد عثمان، وفي 750 لسه ما استلمتش للمشترك الثالث تقريبا الاستاذ هشام. طيب نبدا بسم الله بال 22 بوصه اي بي اس بفريم. الماركات اللي جت جالي ديل، جالي اتش بي، سيمنز الماني، اي او سي، فيليبس. نبدا بالديل ومعانا طبعا الاستاذه دي الاسطوره دي اتش بي زد 24 اي او الزد ديسبلاي. كتير بيدور على زد ديسبلاي وانا عامل بيها فيديو اللي هي ب 2000 بالقعده والكابلات. بسم الله نبدا. ديل بي 23 14 اتش، في منها 22 وفي منها 23 وفي منها 24، يعني نفس الشاشه اهي. انا بصور الوسط، في منها 22 وفي منها دي 23 وفي منها باذن الرحمن 24 بوصه. المواصفات كلهم واحده ما عدا الاس ار جي بي. بيختلف الاس ار جي بي من 95 في الموديل اللي هو 22، 99 23، 99 24. الشاشات كلها بانل ال جي، في اي ماركه اي شاشه اي بي اس هو بانل ال جي. 1920 على 1080 بي ريزوليشن، 60 هرتز، 5 مللي. المواصفات دي بتنطبق على كل الموديلات، على الثلاث شاشات اللي انا بعرضهم. يعني موديل واحد ب 24 14، ب 23 14، ب 22 14، هو موديل واحد. الفرز الاول بالقعده وكابل الباور بالنسبه للشاشه ال 22 بتاعها دي عامله 1500 تقريبا. محمد قلت لي 1500 بالكابل، 1450 ولا 1500؟ 1550. 1550. انت بتتكلم عن الموديل اللي بعده اللي هو اتش دي 17. لا، اللي فيها اتش دي ام اي الاحدث من ده، ال 22 ب 1550. دي بتنزل عنها تقريبا 100 جنيه. انا بتكلم عن موديل ال 14. انت بتتكلم على ال 17 اللي فيه اتش دي ام اي. هنصورهم برده من تحت. يعني دي حوالي 1450 بالقعده الاصليه بكابل الباور. الفرز الاول بالضمان 3 شهور تيست استبدال وسنه على البورد. طيب ال 23 وال 24. ال 23 على ما اعتقد 1750. 1750 المره دي باذن الرحمن. انا كذا فيديو فعلا بقول ان انا هكتب الموديلات، والله العظيم ما بلحق اكتب موديلات، بتبقى حاجات قليله، وقبل ما انزل الموديلات واكتب بلاقي كل حاجه بفضل الله الحمد لله اتباعت. فحقكم عليا المره دي باذن الرحمن، عشان فيه كميه، يعني في كميه جايه من 23 وال 24 والفريم والفريملس، في باذن الرحمن في كميه جايه. فان شاء الله هلحق اكتب لكم كل موديل بسعره، عشان لو غلط في سعر شاشه ولا قلت سعر مختلف، اكيد ان انا هرجع اكتب لكم كل موديل باذن الرحمن بسعر. تمام كده؟ يبقى عندك ال 24 هتعمل حوالي 2000 بالقعده وكابل الباور. ال 24 جاي باذن الرحمن ديل زي ما قلت بي 24 14، وجالي الديل بقى الاتش دي ام اي الهاف فريم. كتير برضه بيدور على الهاف فريم. احنا هننزل نصور من تحت يا محمد نكمل عشان شغل كتير ما شاء الله. اللي هي بي 24 17 اتش. طب نصور من هنا شغاله الاتش بي زد ديسبلاي او زد 24 اي. اتش بي زد ديسبلاي زد 24 اي الموديل 1920 على 1200، ابعاد 16 على 10، اس ار جي بي 99، ادوبي 74. هي نفس الشاشه اليو 24 12 ام، عامله 2000 بالقعده بكابل الباور. فرز اول والضمان قلنا 3 شهور تيست استبدال وسنه على البورد. ودي جايين حوالي 5 قطع بالقعده الاصليه. الاتش بي الزد دي جايين بالقعده الاصليه. وعندي منها موديلات ثانيه. وعندي فيليبس. الفيليبس فيها سماعات، فيها كل المخارج ب 2200 بالقعده والكابلات. ننزل بقى من المخزن عشان نشوف بقى ايه كله على الطبيعه. الفيليبس اهو من اول 22 بوصه اي بي اس، في حاجات اتش دي وفي حاجات بدون اتش دي، ديسبلاي وفيجا وديفاي وسماعات داخليه. اللي محتاج يشتغل جرافيك، اللي محتاج يشتغل تلفزيون. طيب معلش برضو، اقل حاجه عندك ايه؟ اقل حاجه عندي 22 بوصه تشتغل تلفزيون بكابل الباور بالقعده بكابل الديفاي اتش دي الاصلي. لو هتشغل تلفزيون عامله 1400 جنيه. دي بس اللي مش اي بي اس، الموديل الوحيد
اللي هو مش اي بي اس. في اي هتشتغل معاك تلفزيون، هتشتغل معاك بلاي ستيشن، هتشتغل معاك كذا حاجه، ما عدا اللي بيشتغل اديت وجرافيك. اديت وجرافيك في 22 ديل، في فيليبس، وفي عندي 23 ديل وفيليبس واي او سي، وكل بفضل الله موديلات اهي متاحه. انا بصور حاله الشغل اهو على ايه، على الطبيعه، عشان برضو تبقى الحاجه واضحه بالقواعد بكل حاجه. طيب نبدا بقى في ال 23 على طول. احنا قلنا ال 23 بوصه عندي ديل ب 23 14 اهو. قرب يا محمد برضو كده اهو، صور، قرب من حاله الشغل وصور الشغل كله زي ما هو موجود. وعندي من الاتش بي، عندي الاتش بي اهي ال ديسبلاي اي 23 1 برضو اي بي اس 1920 على 1080 بي 60 هرتز 5 مللي ديسبلاي، وفيجا ودي في اي 3 مخارج. في حاجات بقى تانية في جيتسو سيمنز 24 ده 24 اتش دي ام اي وفيجا ودي في اي وسماعات مع مخارج اليو اس بي. انا برضو قلت ان شاء الله الرحمن النهارده هسهر باذن الرحمن. انا بصور الفيديو بالليل، على بال ما ينزل الفيديو اكون جهزت لكم باذن الرحمن كل موديل بسعره، عشان في موديلات كتيره جدا. 23 اي او سي موجوده عندي، 23 الاي او سي وال 24 بوصه. الشاشه دي فوق الممتازه، شغاله معانا تلفزيون، شغاله معانا جرافيك، شغاله معانا بلاي ستيشن. كل المخارج فيها سماعات داخليه، البانل بتاعها قلنا ال جي اي بي اس جايه بالقاعده الاصليه. في عندي حاجات فيليبس، وفي عندي اتش بي، وفي عندي اي او سي، وفي عندي باذن الرحمن ديل. في حوالي 5 6 موديلات او 5 6 ماركات 24 بوصه اي بي اس بفريم. بدايه معايا من اول 2200 لغايه اعلى حاجه معايا الديل ال 18 اللي هي بكاميرا وسماعات. اعلى حاجه دي معايا هتبقى بكام يا محمد؟ 2500. يعني معاك حاجات من اول 2200 لغايه 2500 كله بضمان 3 شهور تست استبدال وسنه على البورده بالقعده والكابلات. انا بطلع الكابلات الاصليه عشان ما حدش يشتري كابلات من بره، انما لو انت عايز، عفوا، لو انت عايز تخصم اصلا الكابلات انا ما عنديش مشكله. الكابلات بخصمها لك ب 150 جنيه كمان. يعني هم بيقولوا 100 جنيه، لا اخصمها ب 150 جنيه. يعني لما اقول لك شاشه ب 2200 مش عايز الكابلات مفيش مشكله، يبقى 2050. لان معظم الناس في السوق بتقول لك ايه، شاشه ب 2000 جنيه من غير كابلات مثلا يعني. لكن انت لو حسبتها هتلاقي الشاشه انا بقول لك بالكابلات اخصم 150، بدل ما يبقى 2200 هتبقى الشاشه ب 1000 ب 2050 مثلا. عندي 5 موديلات، وفي كمان ايسر. كانت في ناس بتدور على الموديل الايسر اللي هو بي 24 عفوا بي 24 6 اتش ال. كانت في ناس برضو بتدور على الموديل ده، موجود ان شاء الله في الشغل دون. يعني انا مش هقول اسعار كل حاجه هنا دلوقتي، انا بحاول اوريكم الشغل زي ما هو جاي، قاعده متخربشه، ظهر متخربش، بوريكم الشغل بس على الواقع. ديل البي 23 17 اللي هي فيها اتش دي ام اي وهاف فريم اهي. دي يا محمد انت كان قصدك عليها فوق ال 22 وال 23 مفيش حاجه منهم مفتوحه. ايوه شغال اهي على قاعده اهي. دي يا محمد دي بكام؟ دي في منها 22 23 24. دي ال 22 بوصه برضو زي البي 24 14 1920 على 1080 60 هرتز 5 مللي اس ار جي بي. هنا 95 ال 23 وال 24 اس ار جي بي 99 الهاف فريم. كتير كان منتظر الموديل ده برضه. في منها ال 22 23 24. انت قلت لي دي هتبقى بالقعده وكابل الباور 1550 صح؟ تمام. ال 23 هتبقى عامله حوالي مثلا 1850. ال 24 دي هتكون حوالي 2200 2300 بالقعده وكابل الباور. برضه دي بقول للمره الرابعه والخامسه باذن الرحمن هكون كتبت لكم كل موديل بسعره، عشان لو غلطت في موديل ولا سعر حاجه نرجع نصححه في الكتابه. وادي الديل الالترا شارب اللي كنت بقول عليها فوق اليو 24 12 ام اللي هي نفس البانل بنفس المواصفات بنفس الابعاد بنفس المخارج زد 24 اي. هما الاثنين بانل واحد، دي بس ديل والثانيه شركه اتش بي. برضو دي 2000 بالقعده بكابل الباور الفرز الاول. سيبك من السيمنس دلوقتي، نخلي السيمنس اخر حاجه. السيمنس ده فريملس وطيب سي. طيب ايه تاني يا عم محمد جالنا بقى عايزينه؟ بص خد عندك بقى الفريملس بفريم. انا كده تقريبا وضحت 22 23 24. اخر حاجه طيب بفريم
الفيجيتسو سيمنز الالماني تي 24 داش 8 برو 2000 بالقعده بكابل الباور بكابل الدي في اي اتش دي الاوريجينال. هتشتغل جرافيك دي اي بي اس، هتشتغل معاك جرافيك، تشتغل تلفزيون، بلاي ستيشن، تشتغل كل حاجه. خلينا متفقين ان كل الشاشات بتاعت الكمبيوتر كلها عموما كبيره او صغيره هتشتغل معاك اي حاجه، تشتغل تلفزيون، كمبيوتر. لو ما فيهاش مخرج اتش دي سهله قوي، كابل دي في اي اتش دي بس كده هيحول لك الشاشه اتش دي ام اي للريسيفر او للبلاي ستيشن. طيب دي فيها سماعات على مخرج الديسبلاي مباشر زي ما انا مشغل. اللي بياخد يشغل تلفزيون في عندك كابل صوت 1 في 1 بيركب في الشاشه، مخرج ال 3.5 مللي ده بتاع الشاشه للريسيفر، لانك بتشغل كابل دي في اي اتش دي. طيب دي قرب يا محمد كده اهي، دول في منهم نص الشاشات دي البيضه دي اهي، دي كده اللي بفريم تي 24 داش 8 برو 2000 جنيه فرز اول بالقعده بكابل الباور بكابل الدي في اي اتش دي. نبدا بقى نخش في الشاشات الفريملس. عندك برضو فيجيتسو سيمنز فريملس، في حاجات ابعاد 16 على 9 وفي حاجات قليله شويه ابعاد 16 على 10. اول حاجه هنبدا بيها بسم الله الفريملس، هنخش معانا بقى الاي او سي. اول حاجه الاي او سي. الاي او سي دي في عندي منها موديلين، في موديل بتاعها اس ار جي بي 100% وفي موديل 99. هما موديلين مختلفين لكن مواصفات واحده وسعر واحد ب 2750 الفرز الاول بكابل الباور وكابل الاتش دي ام اي. الاي او سي اي بي اس بانل ال جي 4 مخارج 60 هرتز 5 مللي صوت استجابه، فيها سماعات داخليه. واي شاشه انت محتاجها لو عايز تعلقها زي ما احنا معلقين كده تقدر تستغنى عن القعده وتاخد حامل حائط. الاي او سي اهي اللي هي 24 1 بي، في منها بفضل الله كميه. بعد كده عندي اللينوفو، عندي التي 24 اي داش 10 2850 الفرز الاول، يمكن صورت منهم في المحل تقريبا فوق. تي 24 اي داش 10 2850 الفرز الاول بالقعده بكابلات الباور. كل الشاشات الفريملس من اول 24 معاها القعده الاصليه وكابل باور وكابل اتش دي ام اي. الشاشات اللي هي من غير اتش دي ال 24 معاها كابل باور، دي على دي يعني دي بالاخص. الدل والاتش بي لا، دي معاها كابل باور وكابل دي في اي اتش دي ام اي. في موديلات تانية بفضل الله نعرض لكم بس حاجه كده فريملس. الفريملس عندي حوالي 3 موديلات، في حاجه فيها تايب سي وفي حاجه من غير تايب سي. يعني اللي فيها تايب سي دي ما فيهاش تايب سي، باور على طول. دي عندي فيجا اتش دي ديسبلاي مع مخارج اليو اس بي سي. تي بي 24 داش 9 تي دي في منها نفس الموديل هي بنفس الابعاد ونفس المواصفات، اس ار جي بي 100%، سماعات كل المخارج. دي عامله 2900 بالقعده والكابلات. انما اللي فيها تايب سي نفس الشاشه بس فيها زياده تايب سي 3250. تعتبر دي اغلى شاشه عندنا. تمام كده. هو النهارده في السوق طبعا مش لازم اقول لك كل فيديو، اسال واللي يلاقي ارخص بجنيه هو اولى. طبعا في السوق معروفه النهارده اي شاشه 24 اي بي اس فريملس من غير كابلات ب 3000 جنيه. احنا عندنا بفضل الله بادئين من 2750 لغايه 2900. وهو على فكره انت عندك التايب سي ما فيش منها كتير، يعني التايب سي في حوالي منهم 4 أو 5 شاشات. طيب خدنا الفيجيتسو سيمنز، خدنا اللينوفو، خدنا الاي او سي. في شويه موديلات تانيين مختلفين، بينك على ديل، والديل مش كتير، الفريملس الديل مش كتير. وعندك اتش بي جي 1. الجي 1 دي ابعاد 16 على 10 1920 على 1200 اس ار جي بي 99%. دي الاتش بي زد 24 ان الجي 1 كل المخارج طبعا بس ما فيهاش سماعات. الحاجات اللي هي فرز خفيف احنا بننزل من ثمنها حوالي مثلا 100 200 حسب الفرز، واقل حاجه في الشاشه احنا بنسيبها فرز. يعني في ناس بتقول لك هي فرز اول، انا بقول فرز تاني في ال 27 في ال 32. لو فيها اي حاجه بسيطه انا بسميها فرز وبنزل من سعرها. تعالى ما كده معلش. ال 27 بقى احنا كده قلنا ال 24 الفريملس، في موديلات كتيره وهنكتبها باذن الرحمن. في ال 27 هبدا لك بافضل حاجه كسعر يعني ومواصفات فوق الممتازه. تلفزيون بلاي ستيشن برضو جرافيك، دي بقى فيها كل المخارج، ديسبلاي وفيجا ودي في اي واتش دي ام اي وصوتها فوق الممتاز. احاول بس اجيب حاجه فيها صوت عالي شويه، ان الميديا دي صوتها واطي شويه.
27 البانل بتاعها ال جي، هي اصلا الماني، فيديو سيمنز الماني، البانل برضه ال جي، اس ار جي بي 90%، 2560 ريزوليشن على 1440 بي، 60 اب تو 75 هرتز، الاربع مخارج وسماعات، شاشه قويه جدا بفضل الله، موجوده عندي منها حاليا حوالي 7 شاشات. دي عامله 3750 بحامل الحائط، كابل باور، كابل اتش دي ام اي اصلي، فيها الاربع مخارج، فيجا ديسبلاي اتش دي ام اي ديفاي، وفيها برضو مخرج صوت خارجي لو انت محتاج تشغل مثلا حاجه خارجيه هتشغل صوت عليها خارجي، 60 اب تو 75، في كروت عاليه بتقرا عليها فعلي 75 على ال 2K. طيب عندك حاجات فريم لل 27 حاليا، الفرز ال 27 ال 2K فرز تاني خفيف اللي هي الجوجل ب 4250، فرز تاني خفيف 27 اي بي اس 2K الجوجل، موجود منها حوالي 10 هم اللي جم فرز تاني خفيف. طيب 27 فريملس عندي ديل بي 27 ديل اتش بي، دي قطعه واحده فرز خفيف. عندي بقى ديل بي 27 22 اتش اي بي اس فريملس، اس ار جي بي 99% ومعاهم القواعد الاصليه، دي 19 عفوا دي 19 فرز تاني خفيف جدا عامله 3.5. ديل بي 27 22 الاصدار الحديث، بي 27 22 اتش اهي، برضه دي اتش بي يا محمد، انتوا عندكم شويه اتش بي وشويه ديل، هطلع لك حته ديل. الفرز الاول منهم للاسف مفيش فرز اول، يعني فرز اول معظم اللي جايين فيهم سكراتش خفيف خالص بالقعده بكابل الباور اهو كده. وصلنا للديل الحمد لله، وصلنا للديل. ديل بي 27 22 اتش اصدار 2022 اي بي اس فريملس، اس ار جي بي 99%، كل المخارج بالقعده الحديثه الاصليه بتاعتها، فرز خفيف جدا يعني، برضو سكرتشايه خفيفه، ديد بيكسل ترابايه، انا مسميها فرز تاني. دي عامله 3500. ده كده بالنسبه لل 27. ال 32 بوصه، ال 32 بوصه اللي عندي باقي لينوفو فرز اول، اللي موجود لينوفو فرز اول، ده بقى بتوع اخواتنا المنتجين الجرافيك الحاجات العاليه. 13000 الفرز الاول بالقعده والكابلات، 32 اي بي اس 4K 10 بت عمق الوان، اس ار جي بي 100%، اصدار 2021 و2022، تايب سي ديسبلاي اتش دي ام اي. معظم الشاشات دي واللي اشتري منا الشاشات دي قالوا لي والله الشاشات في الضمان بتاع الشركه بتاعها تمام كده، طبعا سعرها جديد معدي ال 1000 دولار. دي عامله 13 فرز اول، حد هيقول لي غاليه، اقول له لا اسال عليها، اللي بيشتري شاشه ب 13 عارف قيمتها وعارف ثمنها كويس بفضل ربنا، يعني الحمد لله انا مطلع منها لغايه دلوقتي حوالي 8 شاشات الاسبوع دوت. دي كده يعتبر اخر حاجه معانا. طيب الجوجل اللي عندي 32 4K، عندي فرز خفيف عامله 5 و5 250، جوجل 32 نفس المواصفات ولكن بفريم، برضو فيها تايب سي وديسبلاي واتش دي ام اي. وده كان كده الشاشات اللي موجوده معانا حاليا. عايز تقول حاجه كده يا مدير؟ الاسعار ظبطت عن الاول عشان الناس اللي بتسال. الاسعار نزلت طبعا عن الاول. انا بريح الناس وبقول في اول فيديو ولا في اخر الفيديو برضو تاني اسال، والله انا برايح اشتري حاجه بسال، فبقول كل فيديو اهو اسال على الشاشه بموديلها وسعرها وفرزها وضمانها، لقيت اقل مني 10 جنيه اي عميل عامه، اي حد هيبقى اولى بكل جنيه. ده بدي فينا دي البطل ده، دي عامله 3.5، دي 24 اي بي اس فريملس، هي دي عرضها قبل كده، الديزاين بتاعها هو اللي يستحق بصراحه. اللينوفو دي برضو هكتب لكم موديلها عشان انا ناسي موديلها بصراحه، مش عارف اس 24 كام، فيها مخرج اتش دي ومخرج ديسبلاي. كان في حد عايزنا 3 اخر مره بس ما توفقناش ان احنا نجيب 3، موجود منها باذن الرحمن حاليا شاشتين، عامله 3.5 فرز اول بقعدتها الاصليه طبعا بكابل الباور وكابل الاتش دي بالادابتور بتاعها. كل سنه وانتم طيبين ونشوفكم باذن الرحمن في فيديو جديد.